يا سبحان الله، القرآن نور يا أخي. يعني ظلمات الدنيا شديدة جدا. هحكي لكم حاجة وانت بتتكلم على فكرة هجر القرآن. زمان كان لا ورد من القرآن لا أتركه أبدا أبدا، لو بيحصل لي إيه ما سيبوش. نعم. ففي يوم من الأيام بتكلم مع أحد المشايخ، كان واحد إيه يعني بيتعلم، فبتكلم مع شيخ فقال لي ما شاء الله يا أمير، يعني ربنا يديم عليك وردك وبتاع. قلت له ربنا يجزيك خير يا مولانا وبتاع. قلت له أنا أكتر حاجة بتأثر في قلبي إني ما بقاش هاجر للقرآن. فقال لي ما هو أنت لو فوتت وردك ما تبقاش هاجر للقرآن. عارف اللحظة دي حصل ليها إيه ده؟ قلت له لا ثانية واحدة. قال لي لا يا ابني، هجر القرآن هو هجر العمل به، أن تهجر العمل بالقرآن. فأنت لو هجرت إن أنت لو ما تقرأش في يوم ده مش هجر، ولو قرأت مرة في كل فين وفين خلاص. يعني زي ما أنت قلت كده، ما أنا بقرأ في رمضان. مم. الكلمتين دول عايز أقول لك قعدت بعدهم سنين أحاول أجيب ورد تاني مش عارف. اه. سنين عمال فوتت ورد يوم في التاني في التالت في العاشر في ال15 في ال20 في صباح الفل. سنين بجري اجيب وردي مش عارف. ما انا عاني عايز بقى اقول ايه؟ بالقرآن. اه. عايز اقول ايه؟ ان دي اسوأ مرحلة عدت عليا يا ياسر، سبحان الله. وكأني فقدت النور في أوضة ضلمة. مم. انا بدعي اني عامل بالقرآن، بس ازاي هتعمل بالقرآن وانت لا تقرأه وتعيد المعاني دي على قلبك مرة واثنين وثلاثة وعشرة؟ ازاي هتعمل بالقرآن وانت لا تسمعه؟ ما تلذذتش بالمعاني من صوت حد بيقرأ القرآن بخشوع فلمست قلبك فحركت فيك مشاعر فنفست. اصل خد بالك، صلي على النبي، احنا عليه مش الصلاة روبوتات، والسلام. احنا ما فيش سوفت وير يا سعادة الباشا هيتحط فينا اللي هو ايه، اعمل بكلام الله انتر الموضوع خلص هنشتغل كده طول عمرنا. لا، انت انسان من لحم ودم تحركه مشاعر. نعم. فمجموعة المشاعر دي لما بترتكز في قلبك خلاص قلبك بيبقى متشرب بيها بيتحرك. فمعاني الخوف والخشية والإنابة والتوبة والقرب وحب الجنة والخوف من النار وقصص الأنبياء واللي كان فيها صبر والدعاء وطريقة الدعاء كل دي مشاعر بتاخدها لما تقرأ وتسمع. فلو ده نعم. حصل هتتحرك. طيب ما حصلش، لا بتقرأ ولا بتسمع، قلب خاوي من المشاعر، المحرك ما فيهوش بنزين. مم. فلا تدعي ابدا ان العربية ماشية، والله ما ينفع، ما ينفعش.